نزلنا فيديوهات كتير قبل كده عن أغرب الأمراض النفسية، وهحط روابطها في الوصف، وهنكمل هنا الكلام على مجموعة جديدة من أغرب الأمراض النفسية. 23. هجمات الرياح. دي مجموعة من الأعراض موجودة عند الكمبوديين في أمريكا وفي كمبوديا، وعلى حسب الدليل التشخيصي الإحصائي للأمراض النفسية فإن الأعراض شبه نوبات الهلع، وبيحصل فيها دوخة وسرعة ضربات القلب وكتمة نفس وإحساس بالبرودة، أو شبه أعراض القلق والاستثارة اللا إرادية زي طنين الودان ووجع الرقبة. والأعراض دي بتحصل من غير إنذار، وهي نموذج للأمراض اللي بتيجي لأشخاص من مجموعات ثقافية أو مجتمعات عرقية. 24. هوس أبولو. السؤال الحقيقي في المرض ده هو أكون أو لا أكون. فالناس اللي عندهم المرض ده عندهم إرادة مشوشة، بحيث إن المهام اليومية العادية بتبقى أسئلة مهمة في حياتهم. نقعد في البيت ولا نخرج نتفسح، نطلب كشري ولا ناكل بيتزا. الأسئلة الهايفة دي ما بيقدروش يجاوبوا عليها، وغالبا بيرتبط المرض ده بالتوتر والقلق والاكتئاب. 25. متلازمة كوكو. المرض ده المعروف باسم متلازمة تقلص القضيب أو متلازمة تراجع الأعضاء التناسلية، هو اضطراب وهمي بيحس فيه الواحد إن أعضاؤه التناسلية بتنكمش وبتدخل جوه البطن، وممكن تختفي في يوم من الأيام وتقتله، رغم إن مفيش أي دليل جسمي على إن ده بيحصل فعلا. والمرض ده جه لناس كتير، وله تاريخ وبائي في الصين وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وأمريكا وأوروبا. 26. ثورة. مرض من اللي بتظهر لثقافات أو مناطق معينة، فالاضطراب ده ما بيجيش غير لقبيلة أوريسا الهندية. فالناس في القبيلة دي بيعملوا سلوكيات غريبة أساسها الاعتقاد إن في نمل عمال يقرصهم حتى لو مفيش نمل حواليهم خالص. السلوكيات دي منها فقدان الذاكرة والإغماء والاستجابات الانفعالية الغير مناسبة. 27. هوس الأساطير. هو حالة من الكذب القهري، وفيها بيكون الواحد ما عندوش دافع واضح للكذب ده، وبيعتقد ان الكذب اللي بيقوله حقيقي، وبيضطر انه يعمل سيناريو متقن علشان يوفق بينه وبين الحقائق الثابتة. والفرق بين الكذب المرضي والكذب العادي في ان الكذاب المرضي بيعتقد ان الكذب اللي بيقولها حقيقة، على الاقل في الاماكن العامة او وقت لما يجي يلعب الدور. والسبب في المرض ده لحد دلوقتي مش معروف، لكن مع كده في بعض العلماء بيعتقدوا ان الاضطراب ده واحد من الاعراض اللي موجودة في اضطرابات تانية زي الاضطراب النرجسي او الشخصية المعادية للمجتمع او الشخصية المسرحية. استنونا في فيديو جديد وموضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.